اهلا بيكم. انا الاء، لايف كوتش، بتكلم معاكم دايما عن ازاي نحسن حياتنا وازاي نستغل امكانياتنا ونعرف معنى وجودنا في الارض هنا، وازاي نبدا في عماره الارض مع بعض، ازاي نغير الدنيا من حوالينا. النهارده انا هتكلم عن حاجه تخص البنات اكتر، بس الفيديو مش بس للبنات. هتكلم عن الشغل بالنسبه للبنت، وليه احنا بقينا عايزين نشتغل وعايزين نثبت نفسنا وعايزين نعمل ونعمل ونعمل. ليه الحاجات دي كلها؟ ليه الحرب دي كلها مع اننا ممكن نكون في غنى عنها؟ والولاد مهم قوي ان هم يسمعوني، لان هم من اكبر الاسباب في الوضع ده. يلا نبدأ من زمان شوية، من خلق سيدنا آدم. ربنا خلق سيدنا آدم لوحده في الدنيا، ولما كان محتاج حد يكون بيونسه، حد يكون سكن ليه، حد يكون معاه في رحلته، ربنا خلق ستنا حواء علشان تكون شريكته في رحلة الدنيا دي. وكان دايما الراجل هو المسؤول عن الست، والست هي اللي بتحضن الراجل. والرسول عليه الصلاة والسلام وصى الرجال على النساء. بس دلوقتي ايه اللي حاصل؟ دلوقتي اغلب البنات او اغلب الستات ما بقوش حاسين بالامان، ما بقوش حاسين بالأمان مع أزواجهم. وعدم إحساسها بالأمان ده بقى من أكبر المحركات اللي بيخليها تتحرك في إن هي عايزة تشتغل، عايزة تنزل، عايزة تحقق، عايزة تعمل فلوس، تبقى مستقلة ماديا، علشان محدش يحط صابعها تحت ضرسه. خلوني أقول لكم اللي بيحصل في أغلب البيوت. الراجل بينزل بيروح شغله، بيرجع من شغله وبس، خلاص 8 ساعات شغل أو whatever ساعات اللي هو بيشتغلها قد إيه، عدد ساعات شغل وخلاص، وباقي اليوم بياخدوا راحة، بريك، ريلاكس. الست عندنا بتعمل ايه؟ لو بتشتغل فهي بتشتغل اوكي مع نفسها، مش مشكلة، بس هترجع البيت هتنظف وهتغسل وهتأكل، هتأكل الولاد وأبو الولاد، تاخد بالها من كل حاجة. حتى لو ما بتشتغلش ما بتكونش قاعدة فاضية، ما بتكونش قاعدة كده مرفهة، بتكون دايما بتعمل حاجة، دايما عندها مهام بتخلصها. ولما بتقعد تريح شوية بتحس بالذنب ان هي وراها تنظيف حاجة معينة او وراها اي حاجة ممكن هي تعملها. ده لو مفيش طبعا حد بيجي يساعدها. وفي الاغلب الراجل بيرجع من شغله فاكر ان هي قاعدة طول اليوم بتتشمس، ما بتعملش حاجة، قاعدة فاضية. فاي بقى قومي كده حركي نفسك، اعملي لنا كيكة، اعملي لنا باستا فلورا، اعملي لنا اي حاجة ممكن تتاكل، او البسي لنا حاجة حلوة عشان نقضي وقت مع بعض. يا ترى الست اللي منهكة مستهلكة طول اليوم من غير ساعات راحة، من غير اي حاجة خالص خالص، 24 ساعة في ال7 ايام، يا ترى مطلوب منها انها تبقى فرفوشة وفريش ورايقة طب ازاي؟ ما ينفعش نطالبها بحاجة فوق قدرتها. دي نقطة. تاني نقطة، ومش بتحامل على الرجالة بس انا بتكلم على معظم نماذج الرجالة للأسف في مجتمعنا دلوقتي، بقوا ما يعرفوش اي حاجة في الدين غير مثنى وثلاث ورباع. حتى لو بهزار، حتى لو انت خفيف الظل قوي وبتهزر قدام صحابك، قدام قرايبك، قدام اي حد، انه الراجل يتجوز 2 وليه يعني، وي 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 وي. ده كله بيأثر في الست، ده كله بيحسس الست ان هي مش في امان. وطول ما هي حاسه ان هي مش في امان هتفضل تحاول وتجاهد وتتشقلب وتعمل كل حاجه علشان تحقق نفسها، علشان تقف على رجليها. ما بيشوفوش الاسباب اللي خلت يبقى فيه تعدد زوجات، اللي ربنا قال عنه. ما بيشوفوش ده، ما بيشوفوش انه ذكر بعد ايات اليتامى، ما بيشوفوش ان ربنا قال بعدها ولن تعدلوا. ما بيشوفوش الحاجات دي كلها، بس بيشوفوا مثنى وثلاث ورباع. اوكي حاضر. عدم الامان وعدم وجود المسؤولية الكافية والرعاية الكافية من الراجل هي اللي خلت الست ما تبقاش ست زي الست بتاعت زمان. احنا رد فعل، احنا مش فعل. الراجل بدل ما كان بيحتوي وبيحضن وبيطبطب بقى بيكسر في اللي قدامه. عايزة دايما تحس بالذنب، عايزة تحس ان هي مقصرة، ان هي ما بتعملش حاجة، ان هي مش كفاية. لا، انتي كفاية. ما تصدقيش اي حد، ما تصدقيش اي حد يحسسك بحاجة تانية. وانتي بتدوري على شغل او انتي بتشتغلي، خليكي فاكرة دورك الاساسي، وخليكي فاكرة ان كلنا هدفنا، كلنا عايشين عشان نرضي ربنا، وكلنا ربنا هيسألنا على المسؤوليات بتاعتنا. والمسؤوليات بتاعتنا هي بيتنا، أجوازنا، أولادنا. أنا متفهمة احتياجك في إنك تقفي على رجلك، وإنك تسعي، وإنك تشتغلي، وإنك تجيبي فلوس، وإن يكون عندك استقلال مادي، لكن ما تعمليش كل ده وتيجي على أهم حاجة في حياتك اللي هي
ولادك وبيتك، لان دي الحاجات الاساسيه، ده الدور الاساسي اللي احنا هنتسأل عنه. اشتغلي وسعي وتعلمي وطوري نفسك طبعا زي ما بقولك في العادي، بس خلي عينك على الصح، ما تشيليش حاجة أساسية، حاجة مهمة، حاجة كبيرة علشان حاجة تانية فرعية. بالنسبة لي الأفضل والأحسن والأسلم والأأمن إن احنا نشوف شغل يكون بيتناسب مع حياتنا، مع روتين حياتنا، عدد ساعات قليل، شغل من البيت، مشروع خاص نحاول ان احنا نبتدي فيه، نتعلم ونتطور ونحاول ان احنا نشتغل حاجة نقدر نوفق ما بينها وما بين بيتنا وأولادنا عشان ما نقصرش في حقهم. لأن كتير كتير بيسعوا وبيجروا في الحتة دي وبينسوا مسؤوليتهم الأكبر والأهم هما ولادهم وبيتهم وأزواجهم. فعايزين ناخد بالنا من الحتة دي، ودي من معظم المشاكل اللي أنا بشوفها موجودة حوالينا من الرجالة ومن الستات. مش بقول ان الستات ملايكة، احنا مش ملايكة خالص، بس صدقوني احنا ردة فعل. الراجل ممكن يطبطب علينا حضن، بوسة، لا بلاش موضوع بوسة، لا، ممكن يطبطب علينا حضن، اي حاجة حلوة ممكن يعملها يحسسنا بس ان هو شايف مجهودنا، شايف تعبنا، دي عندنا بيكون كفاية، ما بنكونش محتاجين حاجة تانية بعدها. فيا رجال المستقبل حاولوا تاخدوا بالكم من الست اللي معاكم، وصدقوني هي هتديكوا عينيها كل ما تاخدوا بالكم منها، كل ما هتحس بالامان هي هتقدر انها تكون احسن، هتقدر تكون سكن صحي سليم ليك، تقدر تحضنك وتكون ماشية معاك في مشوارك، بتساعدك وبتقويك، مش بتنكد عليك. مفيش راجل بيكون مريح الست بتاعته والست بتاعته بتنكد عليه. كل الستات النكدية بيجوا من ورا، ده راجل على فكرة اللي بيزمر عشان معترض على اللي انا بقوله. كل الستات النكدية بيكون بسبب الضغوطات او الخوف او المشاعر اللي الراجل اللي معاها سايبها فيها. فرفقا بالقوارير زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وانتي ما تنسيش دورك الاساسي وتبصي على حاجات فرعية، بس خلي مشاعرك دي هي اللي تحركك علشان تكوني احسن، ما توقعكيش وبس. شكرا.